النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الغريبة. الغريبة سهلة جدا لكنها ما بتظبطش مع كل الناس، يعني زي ما بيقولوا عليها بالظبط كده، هي السهل الممتنع. في ناس كتير بتعملها لكنها بتبقى ناشفة او مش دايبة. النهاردة هنعملها بالظبط معاكم، وان شاء الله هتبقى كده دايبة دوب وطعمها بجد رائع. ويلا بينا على طول نشوف المقادير. اول حاجة جبت كوباية سمنة كاملة. انا استخدمت الاكواب المعيارية وحطيتها في الفريزر شوية لغاية ما نوعا ما يعني تماسكت. ودلوقتي حطيت نص كوباية سكر، ودلوقتي هديلهم ضربة مع بعض كده. الاول ما شغلتش المضرب يعني بايدي كده عشان السكر ما يطرش. هفضل اضرب فيه لغاية لما يبقى شبه الكريم فرانسي. ودلوقتي خلاص هحط عليه الدقيق. انا استخدمت كوبايتين دقيق بس، وده الاكواب المعياريه، يعني تقدري تثبتي اي كوبايه عندك تشتغلي عليها. ودلوقتي هبتدي ان انا احط الدقيق. ودلوقتي مجرد بس ان انا بلم العجين مع بعضه وكده. ودلوقتي لو انا عايزه اعرف انا ماشيه صح ولا غلط، باخد قطعه من العجين وبكورها وبحط صباعي في النص كده. لو شققت تبقى مش مظبوطه، لو ما شققتش يبقى انا ماشيه صح. وان شاء الله يعني مش هتبوظ منك ابدا لو مشيتي على المقادير بالظبط والخطوات اللي انا قلتها لكم في اول الفيديو. ودلوقتي انا خلصت خلاص، خدت كوره صغيره هشتغل فيها، والباقي هسيبه في التلاجة في الرف اللي تحت. بس كده عملت الكور مقاس 16 و10، يعني وزن الكوره 16 و10 جرام بس. زي ما انت عايزه ممكن تاخديها بالمعلقه العاديه او بالمعلقه المعياريه عشان كله يبقى قد بعضه. ودلوقتي هبتدي اكوره كله، وبعد كده هزينه. والتزيين حاجه ترجع لكم. بعد ما بخلص الصينيه بشيلها تاني حوالي ربع ساعه برضو في التلاجة من تحت. ودلوقتي هنتكلم على التسويه، ودي فعلا فعلا اهم مرحله، هي بتبقى سبب في نجاح الغريبه. انا التسويه سويتها ازاي؟ انا شغلت الفرن قبلها حوالي ب5 دقايق بس، وبعد كده حطيت الصينيه بتاعتي ما حطيتهاش في الرف اللي في النص. يعني انا جربت ده وده، اصح حاجه ان انا احطها في الرف اللي تحت. شغلت تحت بس اول 5 دقايق، بعد كده شغلت فوق وتحت، وده اصح تسويه على درجه حراره 160. اخدت معايا في الفرن بالظبط 20 دقيقه وكانت جاهزه زي ما قلت لكم. كانت تحفه جدا ودايبه بجد دوب. الغريبة لما بتطلع من الفرن انا ما بمسكهاش خالص، بسيبها في الصواني لتاني يوم، ودي بتدي فعلا نتيجة افضل كتير، بتبقى معاكي دايبة جدا. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم تاني في فيديوهات تاني. ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. معاكم مع حامد، سلام عليكم.